وبعد 14 سنة قرروا إن هم يفتتحوا من تاني، فيلا بينا بفلوج جديد للقاهرة. بما إنكم وحشتوني فقررت إن أنا أعمل لكم فيديو جديد، فما تنسوش إنكم تسيبولي كومنت لطيف وتعملوا لايك، ولو مش عاملين اشتراك كمان تعملوا. ويلا بينا نبدأ رحلتنا للقاهرة. وفي شارع من شوارع الزمالك تقريبا قدام نادي الجزيرة بيتم افتتاح المتحف ده بعد 14 سنة من إغلاق. متحف الخزف الإسلامي أو قصر الأمير عمرو إبراهيم. بيرجع تاريخ بناء القصر ده تقريبا لسنة 1923 ميلادية، وبيضم مجموعة كبيرة جدا من القطع الخزفية الإسلامية، ودي إبداعات الحضارة الإسلامية. تعالوا كده أشارككم شوية من التفاصيل اللي صورتها هناك. لا اخفي عليكم سرا، بس تفاصيل القصر مش كبيره قوي، كمان الاضاءات هناك مش احسن حاجه لو قررت انك تصور زي. بس كل اللي عارفاه ان انا مقدرش اسافر لمكان وما صورهوش، وايام كتير هتروحوا هناك هتلاقوا الدنيا زحمه، بيبقى تدريب عملي لفنون جميله تقريبا. بس اي كان لو قررت ان انت تزور اماكن اثريه فده هيكون من ضمن خطتك ومش هياخد وقت معاك، واستنوا السفريه الجايه عشان هي مهمه جدا.